النهاردة هنعمل مع بعض احلى والذ واطيب كده حاجة في الطعم، صينية بطاطس باللحمة. بجد طعمها رهيب جدا جدا يا جماعة، خطيرة وتحفة قوي ولذيذة جدا في اكلها. وعايزة اقول لكم بسيطة، بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. دلوقتي انا عندي بطاطس، قطعتها كده حلقات، والحلقات كلها قد بعضها. تمام. وعندي هنا بصلايه كبيره مبشوره. اوكي. البصلايه ديت هنعمل فيها ايه بقى؟ هناخدها كده اهو زي ما انتم شايفين، وايه، واحط عليها الفلفل الاسود والملح، وعندي كده معلقه من جوز الطيب ومعلقه من السبع بهارات. دي ايه المكونات بتاعتنا. بس لو مش متوفر حاجه عندك تقدري ما تحطيهاش عادي، بس اهم حاجه في الوصفه انك تحطي الفلفل الاسمر والملح. اوكي. يعني هنعمل كده مع البصله، ندعك كده في البصله التوابل بتاعتنا دي كده، وننزل ميه البصله فيها. عايزه اقول لكم الخطوه دي بجد رهيبه، وبتوديلك البطاطس بتاعتك في حته تانية خالص خالص، بتبقى بجد فظيعه وجميله قوي. دلوقتي بعد ما انا عملت بقى كده اهو، دعكتها كويس جدا جدا، وخليتها كده بقى ايه، التوابل اللي شربت في البصله وميه البصله ايه جدا، يعني زي ما انتم شايفين. هناخد بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، وبرده هندعكها كويس قوي في قلب الملح والتوابل بتاعتنا دي، لان الحركه دي بصراحه جميله جدا وفظيعه. والبطاطس بتبقى شاربه بقى كده ايه من التوابل كلها ومن ميه البصل. انا عايزه اقول لكم انا بعشق ميه البصل، وبعشق اصلا البصل في كل الاكلات. اوكي. بعد ما قلبتها بقى كده كويس جدا مع بعضها، هروح بقى ايه نازله عليها ببصلايه متقطعه جوليان او بصلتين. دي كده قطعتها حلقات رفيعه كده اهوت، او جوليان براحتك حسب ما تحبي يعني. وبرده هنديها تقليبه كده اهو مع الايه البطاطس بتاعتنا. من احلى الوصفات بصراحه اللي انا بحبها جدا، البطاطس باللحمه بتبقى رهيبه. وهنا عندي طماطم، دول كان حوالي 3 حبات من الطماطم، وده كان نص قرن من الفلفل الحار، لان مكانش متوفر عندي رومي، وفي نفس الوقت الفلفل كان حراق جدا جدا، فما رضيتش احط يعني كتير عشان جوري. رحت حطيت نص ايه، قرن واحد بس. تمام. وقلبته كده برضو هو والطماطم، دول 3 حبات طماطم زي ما قلت لكم مع البطاطس زي ما انت شفتي. هنا بقى اللحمه بتاعتي انا كنت سلقتها على النار في ميه عادي، وحطيت لها برضو ورق الهورة وملح وفلفل واسمه ايه، معلش قولوا معايا، وجوز الطيب ومعلقه حبهان. تمام. انا بعد ما سبتها تتسلق كده يعني نص سوا كده معايا، رحت ايه خدتها بقى عشان ايه هخليها تكمل سواها مع البطاطس، وهتنزل بقى ايه اللي فيها ده كله في البطاطس. هقلبها بقى كويس جدا كده برضو مع البطاطس، عشان ايه تتشرب من الطعم يعني. ويا جماعه انا مش هعملها بصلصه كتير، انا هاخد بس ايه معلقه من الصلصه الجاهزه. لكن انت لو حابه انك تعمليها زي البطاطس العاديه بتاعتنا ام طماطم، دي بقى وصفه تانية نبقى نعملها مع بعض. بس تقدري انك تضيفي عليها شفشق طماطم يعني. اوكي. هنا خدت بقى ايه حوالي 3 كبشات كده من الشوربه، حطيتهم ايه على الصينيه بتاعتي. ودي كانت حوالي كوبايه ميه. حطيت عليها معلقه كبيره من صلصه البرطمانات دي زي ما انتوا شفتوا. هي على فكره بتضيف في الطعم جامد، بس في نفس الوقت مش هتغير في اللون. انا عايزاها البطاطس تبقى بتاعتي فاتحه، مش عايزاها حمراء، انا حاطاها بس تضيف. فالشوربه اللي احنا حطيناها كفايه 3 كوبايات مع كوبايه الميه اللي هي ام صلصه، فدولت هيخلوكي البطاطس بتاعتك برضو لونها فاتح وبيضه، بس فيها الطعم بتاع الصلصه اللي انتوا ايه عارفينه. بجد رهيبه جدا جدا جدا، وطعمها كان خرافه. انا رفعتها بقى على النار زي ما انتم شايفين، هي كده كانت بتغلي كويس قوي. بعد كده دخلتها بقى الفرن، من عما فتحت الشوايه وشغلت الفرن من تحت برضو، وسبتها بقى لحد ما قعدت تغلي مع بعضها، وفي نفس الوقت كانت بتاخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت، واللحمه اتحمرت كده معايا وكانت عامله زي المشويه. بجد الوصفه دي جميله جدا وفظيعه، واتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها تقولي لي رايكم ايه في الكومنتات. ان شاء الله الوصفه تكون سهله وسريعه بالنسبه لك، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.